بيبدأ الفيلم مع 4 أشخاص مسلحين ولابسين أقنعة، وكانوا بيستعدوا علشان ينفذوا عملية سطو على فرع من فروع بنك هيوبرت. وفي نفس الوقت ده كان مدير البنك بيتكلم مع واحدة من العملاء وبيساعدها في حل مشكلتها، وبعدها بيوصلها عند الباب وبيودعها قبل ما تمشي. وساعتها بيشوف واحد من العصابة قدام البنك وبيصوب السلاح ناحيته وبيضرب عليه نار، وبتقتحم العصابة البنك وبيضربوا حارس الأمن، وبيشغلوا جهاز صوت وبيطلبوا من كل الناس يحطوا تليفوناتهم قدامهم ومحدش منهم يتحرك، وبيحذروهم إن محدش يبلغ الشرطة وإلا هيقتلوا المدير. وبيجبروا الموظفين إنهم يفتحوا الخزن وبياخدوا منها الفلوس وبيحطوها في الشنط اللي معاهم، وقبل ما يخرجوا من البنك بيحطوا جهاز وبيعرفوا الناس إن لو حد منهم خرج أو اتصل بالشرطة خلال 15 دقيقة الجهاز هينفجر. وبيبص واحد منهم لكاميرات المراقبة وبيصوب السلاح ناحية المدير وبيقتله. وفي نفس الوقت ده كان جيفري هيوبرت رئيس بنك هيوبرت الدولي موجود في مكتبه وبيتكلم مع العملاء وبيتفقوا على الشغل اللي بينهم، وبتجيله مكالمة من الضابط داجلي وبيعرف منه إن حصل عملية سرقة في فرع البنك وإن المدير اتقتل. وبيوصل المحقق مونتجمري للبنك وبيقابل المحقق ستوكويل والمحققة تشيس، وبيعرف منهم إن الشرطة وصلت بعد 25 دقيقة من عملية السطو، لأن العصابة حطوا جهاز وقالوا للناس إنه هينفجر خلال 15 دقيقة لو حاولوا يبلغوا الشرطة. وبيتكلم ستوكويل معاه وبيقول له إنهم قتلوا مدير البنك قبل ما يمشوا، وبتعرفوا تشيس إنهم سرقوا 3 مليون دولار من الخزنة، وبيطلب منهم إنه يشوف الجهاز، لكن بيعرفوه إن الضابط ميمز هو أول واحد وصل لمسرح الجريمة وخد الجهاز ومشي. وبيتضايق مونتجمري وبيطلب منهم يعرفوا مكان الضابط ميمز قبل ما يخسروا الأدلة اللي ممكن تفيدهم في القضية. وفي نفس الوقت ده كان الضابط ميمز في مهمة مع زمايله وبيقتحموا بيت في مجموعة من الشباب، ولما بيفتشوا البيت بيلاقوا مخدرات وأسلحة وبيقبضوا على واحد اسمه جيمس جاكسون. وبيتكلم المحقق مونتجمري مع زمايله وبيقول لهم إن في قدامهم قضية قتل وسطو مسلح وحشية، ومن الواضح إنها كمان شخصية، وبيعرفهم إن البصمات اللي لقوها غالبا هي بصمات جيمس جاكسون. وبيتكلم ستوكويل معاه وبيقول له إن جيمس جاكسون رجل عصابات ومستحيل يعمل كده لأن الطريقة اللي اتنفذت بيها العملية هي طريقة احترافية. وبيقول لهم مونتجمري إن الدليل مع الضابط ميمز ولازم يوصلوا ليه في أسرع وقت، وكمان بيعرفهم على العميل ويلز اللي هيساعدهم في التحقيق في القضية. وبعد الاجتماع بيتكلم مونتجمري مع ويلز وبيسأله لو كان بيشرب مخدرات، وبيرد ويلز عليه وبيقول له لا، وساعتها بيعرفوا ان جهاز كشف الكذب اثبت انه بيكذب، فبيعترف له انه شرب مخدرات 3 مرات لما كان شاب. وبيفكروا مونتجمري ان عقوبة شرب المخدرات هي الفصل من المباحث الفيدرالية، وبيعرفوا كمان ان اهم حاجة بالنسبة له هي الصدق. وبعدها بيروحوا هما الاتنين لبيت مدير البنك وبيقابلوا مراته وبتكون لسه ما تعرفش ان جوزها مات، وبيتكلم مونتجمري معاها وبيعرفها ان جوزها اتقتل. وبيتكلم ويلز معاها وبيعرف منها انها مش بتشتغل وان جوزها كان هو مصدر الدخل الوحيد للبيت. وبعدها بيتكلم مع مونتجمري وبيفهمه انهم عايشين في بيت غالي واطفالهم الاتنين في اكاديميه خاصه رغم ان مرتب مدير البنك ما يكفيش كل ده. وبيرد مونتجمري عليه وبيقول له انها كمان ما كانتش متفاجئه لما شافتهم وبيشكوا انها ممكن تكون متورطه في القضيه. وبيروح مونتجمري يتكلم مع ميمز وبيتخانق معاه لانه خد الدليل من مسرح الجريمه، وكمان اقتحم بيت جيمس جاكسون وقبض عليه من غير موافقته، وبيحذره انه يعمل كده مره تانية. وبيرد ميمز عليه وبيقول له ان البصمات اللي لقوها على الجهاز هي بصمات تي جي جاكسون اخو جيمس جاكسون. وبيستغرب مونتجمري لان تي جي كان ضابط ومات من فتره، وساعتها ميمز بيعرفوا انهم خمنوا ان جيمس كان معاه معدات اخوه واستعملها، لكن ويلز بيقول لهم ان في فيديو بيثبت ان جيمس كان موجود في حانه وقت عمليه السطو على البنك. وبيعرفهم مونتجمري انهم حطوا بصمات تي جي في مسرح الجريمه لهدف معين. وبعدها بيتكلم مع فريقه بيقول لهم ان البصمات اللي في مسرح الجريمه هي بصمات تي جي جاكسون الميت. وبيشرح لهم ويلز ان تي جي كان من ضمن فريق ضباط الجيش الفاسدين اللي خطفوا ألكسندر هيوبرت اخو جيفري هيوبرت الصغير علشان يطلبوا فدية، لكن في النهاية ألكسندر مات وتي جي وفريقه اتقتلوا على ايد الجيش الامريكي. وتاني يوم بتروح المحققة تشيس تقابل مرات تي جي وبتتكلم معاها وبتسألها لو كان حد من زمايل تي جي في الجيش بيزورها، وبترد عليها وبتقول لها ان محدش زارها، وبتفهمها ان الجيش بيعتبر تي جي كان خاين، وبتعرفها كمان انهم ما استلموش جثته. وفي نفس الوقت ده كان مدير فرع تاني من فروع بنك هيوبرت بيستعد علشان يروح شغله، وبتهجم العصابة عليه وبيطلبوا منه يفتح صناديق الودائع في البنك بالرقم السري والا هيقتلوه هو ومراته وبنته. وبيدخل مدير البنك لغرفة الامانات وبيفتح صندوق معين زي ما العصابة طلبت منه، وبتقتحم العصابة البنك وبيضربوا نار على حارس الامن، لكن الموظفة بتشوفهم وبتروح علشان تضغط على جرس الانذار، لكن مدير البنك بيمنعها. وبيدخل واحد منهم يسرق ملف من الصندوق، وواحد تاني بيساعد حارس الامن اللي اتصاب
علشان ما يموتش. وبيروح الضابط داجلي للبنك لان في شخص مجهول اتصل بيه وطلب منه يروح للفرع ده، وفجأة واحد من العصابة بيهجم عليه وبيوريه رصاصة، وبعدها بيطعنه بسكينة وبيقتله وبيسيب الرصاصة جنبه على الأرض وبيهرب. وبتوصل الأخبار لجيفري وبيعرف إنهم قتلوا الضابط داجلي لكن ما سرقوش الفلوس من البنك. وبيوصل المحقق مونتجمري للبنك وبيعرف خبر موت داجلي، وكمان بيعرف إن واحد من العصابة ساعد حارس الأمن علشان ما يموتش. وبعدها بيحقق مع مدير فرع البنك وبيعرف منه إن العصابة هددوه بقتل عيلته وعلشان كده اضطر ينفذ كلامهم. وبيقول له إن العصابة سرقوا ملف من صندوق شخص اسمه جان مارتنز، وبيتكلم المدير معاه وبيقول له إنه ما يعرفش معلومات عن الشخص ده، وبيحكي له إن الرئيس جيفري هيوبرت بيزور الفرع ده كتير بعد ما بيقفله. وبيتكلم ويلز مع مونتجمري وبيعرفوا ان البصمات اللي لقوها على الرصاصة هي بصمات تي جي جاكسون. وكمان بيكتشفوا ان العصابة اتبرعت بالفلوس اللي سرقوها من فرع البنك الاول لجمعية خيرية، وان الضابط ميمز خد الفلوس دي قبل ما توصل للجمعية. وبيروح مونتجمري يتكلم معاه وبيسأله هو ليه خد الفلوس، وبيرد ميمز عليه وبيعرفه ان فلوس التبرعات بتمر عليه هو الاول. وبيقول له كمان انه ما بلغش علشان الاخبار ما توصلش للصحافة، لان العصابة بيحاولوا يظهروا انهم اشخاص كويسة وبيتبرعوا بالفلوس اللي سرقوها لجمعيات خيرية. وبيقول له مونتجمري انه هيبعت عميل معاه علشان يراقبه دايما لان اللي عمله ده جريمة. وبعدها بيرجع ميمز لبيته وبيطمن على مراته اللي مصابة بمرض السرطان. وتاني يوم بيروح ويلز يقابل صحفية وبتتكلم معاه وبتقول له ان اللي بيحصل ده ممكن يكون له علاقة بالسياسة، لان في 7 نواب وكمان سيناتور عندهم حسابات في فرع من فروع بنك هيوبرت. وبيروح ستوكويل يقعد مع مونتجمري في الحانة وبيتكلموا عن الشخص اللي قتل مراته، وبيشوفوا الاخبار في التلفزيون وبيعرفوا ان خبر تبرع العصابة بالفلوس اتسرب للصحافة. وبعدها بيروحوا لجنازة مدير البنك وبيراقبوا الناس من بعيد وبيشوفوا السيناتور كوك. وبيروح ميمز مع ويلز وبيقابلوا حارس امن وبيتكلم معاهم وبيقول لهم انه شاف رقم العربية بتاعة العصابة، ولما بيبحثوا عن الرقم بيعرفوا انها عربية جيمس جاكسون وبيقرروا يراقبوه. وبالليل بيرجع مونتجمري لبيته وبيقعد لوحده وبيفتكر مراته، وبتجيله مكالمة فيديو من فرد من العصابة وبيتكلم معاه وبيقول له انه بيساعده علشان يقبض على مجرم اكبر منه. وبيسأله مونتجمري ازاي بيساعدوا وهم قتلوا شخصين، فبيعرفوا انهم كانوا فاسدين، وبيقول له ان لازم يبقى في طريقة غير قانونية للتعامل مع الفساد. وبيسأله هو حاسس بايه والشخص اللي قتل مراته لسه عايش. وتاني يوم بيروح مونتجمري يقابل جيفري في مكتبه وبيتكلم معاه وبيسأله عن علاقته بالضابط داجلي اللي اتقتل. وبيرد جيفري عليه وبيقول له ان داجلي هو اللي بلغ الجيش لما اخوه اتخطف لما كان بيشتغل ضابط في الجيش. وبيسأله مونتجمري عن علاقته باخوه، فبيقول له انهم كانوا قريبين من بعض رغم فرق السن بينهم. وبيقول له مونتجمري ان اخوه ما كانش مهتم بشغلهم في البنك وكان مهتم بالفلسفة، وكتب عن فساد الحكومة وتأثير نظام البنوك على المجتمع. وبيقول له كمان انه مخبي معلومات سرية عن السيناتور كوك في صندوق وديعة باسم جان مارتنز. وبيسأله هو ليه بيحاول يتجسس عليه ويعرف أسرار عن شغله السياسي، لكن جيفري بيرفض يرد على أسئلته وبيقول له إنه مش محتاج يجاوب على أي سؤال. وبيطلب مونتجمري منه إنه يقول له مين الشخص اللي ورا كل اللي بيحصل علشان يساعده، لكن برضه بيرفض يعترف بأي حاجة. وفي نفس الوقت ده كانت العصابة بتستعد علشان يقتحموا الفرع الثالث من البنك وبيدخلوا المكان بالأسلحة بتاعتهم. وساعتها مونتجمري بيشوفهم وبيحذر الناس منهم، وبتحصل فوضى في المكان والحراس بيضربوا نار على العصابة وهم كمان بيضربوا عليهم نار. وبيحاول مونتجمري انه يحمي جيفري وبتبدأ العصابة تطاردهم وبيضربوا عليهم نار وبيقتلوا عدد من الحراس. وبعدها بيقربوا من جيفري وبيكون في حارس واقف قدامه وبيحميه، وبيتكلم واحد منهم مع الحارس وبيقول له يرمي سلاحه وهم مش هيأذوه. ولما الحارس بينزل سلاحه واحد تاني من العصابة بيقتله، وساعتها مونتجمري بيضرب عليه نار وبيقبض على زميله وبيهدده بالمسدس، لكن واحد تاني من العصابة بيصوب المسدس على واحدة من الموظفين وبيهددهم انه هيقتلها. وبيتكلم مونتجمري معاهم وبيسألهم مين فيهم اللي كان بيتكلم معاه امبارح، وكمان بيسألهم لو كان الحراس اللي قتلوهم هم كمان فاسدين. وبيتفق مع الشخص التاني انه يسيب الموظفة مقابل انه يسيب زميله، وبيقول لهم ياخدوا الفلوس ويمشوا من المكان. وساعتها بيهربوا هم ال3 من البنك وبيسيبوا زميلهم الرابع اللي مات. وبتوصل الشرطة للمكان وبيتكلم مونتجمري مع ستوكويل وبيقول له انهم لازم يحددوا مكان العصابة ويقبضوا عليهم. وبعدها بيتكلم مع باقي فريقه وبيعرفهم ان الشخص اللي مات من العصابة ملوش اي بصمات، وبتقول تشيس ان ده ممكن يكون له علاقة بتي جي جاكسون، لكن ستوكويل بيرد عليها وبيعرفها ان اكيد تي جي مش متورط بنفسه لانه ميت.
وساعتها تشيس بتفكروا ان جثته ما وصلتش لامريكا، وبيقول لهم مونتجمري ان العصابه عايزه توضح ليهم حاجه معينه، وبيوريهم مجموعه صور لاشخاص كانوا في الجيش، وبيكتشفوا ان مدير البنك اللي اتقتل في عمليه السطو الاولى كان ضابط في الجيش، وان السيناتور كوك هو كمان كان زميله في نفس الفريق. وبيعرفوا ان داجلي كان هو قائد الفريق بتاع تي جي جاكسون اللي خطفوا الكسندر هيوبرت اخو جيفري وقتلوه، لكن داجلي ما كانش مشترك معاهم في الجريمه دي، وده معناه ان مدير البنك وداجلي وكوك وكمان جيفري هيوبرت ليهم علاقه ببعض. وفي اللحظة دي بيجي حارس يتكلم مع مونتجمري وبيعرفه إن الشرطة أفرجت عن جيفري بعد ما حققوا معاه كشاهد على عملية السطو اللي حصلت في البنك. وبيروح مونتجمري علشان يتكلم مع جيفري، وبيلاقي السيناتور كوك موجود معاه، وبيقول له إن أخوه ألكسندر كان مفروض يستلم ميراثه لما يتم 25 سنة، لكن للأسف هو مات قبلها بشهرين. لكن جيفري مش بيهتم بكلامه وبيسيبه ويمشي. وفي نفس الوقت ده كان ويلز وميمز بيراقبوا جيمس جاكسون، وبيعرفوا انه موجود في بيت مرات اخوه، وبعد ما بيمشي بيروحوا يتكلموا معاها، وبيعرفوا انه ساب لها فلوس كتير لانه بيساعدهم من ساعه موت اخوه. وبعدها بتيجي مكالمه لميمز من زميله اللي بيراقب جيمس جاكسون، وبيقول له انه موجود دلوقتي في بيت مهجور، لكن ميمز بيخبي الخبر ده على ويلز، وبيقول له انهم ما قدروش يتتبعوا مكانه. وبيكون مونتجمري وستوكويل في المكتب، وبيوصل لهم ملف فيه معلومات مهمه بتثبت ان جيفري متورط في جريمه كبيره. وساعتها مونتجمري بيتكلم مع ويلز وبيطلب منه يوصل المعلومات دي للصحفيه علشان تنشرها في الاخبار. وبيقول له ويلز انه اختار القرار الصح لانه ركز على جيفري هيوبرت علشان يفضح فساده. وساعتها مونتجمري بيساله لو كان قصده ان العصابه كانوا بيعملوا كده علشان يوصلوا لهدف اكبر، وبيرد عليه وبيقول له انه مش عارف. فبيحكي له ان مراته كانت بتحاول تقبض على تاجر مخدرات وهو عذبها وقتلها بطريقه وحشيه، وبيقول له ان الشخص ده اتبرع بفلوس لجمعيه خيريه هو كمان، لكن محدش يتوقع انه مجرم. وبالليل بيروح ميمز مع زميله عند المكان اللي جيمس جاكسون مستخبي فيه، وبيكونوا معتقدين ان هو اللي سرق الفلوس من البنك. وبعدها بيروح يقابل ويلز وبيتكلم معاه وبيعرفه ان مراته مصابه بالسرطان وفي المراحل الاخيره، وهو مش متقبل فكره انه ممكن يخسرها. وبيرجع للبيت وبيطمن على مراته، وبيكون حزين جدا وخايف انها تبعد عنه. وبتنتشر الاخبار في التلفزيون عن جيفري هيوبرت، وبتظهر الحقيقه للناس، وبيعرفوا ان جيفري هو اللي قتل اخوه علشان ما ياخدش ميراثه، وانه عمل كده بمساعده السيناتور كوك اللي كذب على فريق الحراس وقال لهم ان الكسندر مخبي اسلحه في بيته وخلاهم يقبضوا عليه ويقتلوه. وبعدها الحراس كلهم اتقتلوا هم كمان في مسرح الجريمه. وبيروح مونتجمري قابل المجرم اللي قتل مراته وبيتكلم معاه وبيعرفه انه بيتمنى انه يقتله بنفسه. وبعدها بتوصل له معلومات ان جيفري سرق كميه كبيره من الفلوس اللي في البنك، وبيتكلم مع فريقه وبيأمرهم يراقبوا كل طياراته الخاصه قبل ما يهرب خارج البلد، وكمان بيطلب منهم يبحثوا عن اي طياره متسجله باسم جان مارتنز، وبيحاول يوصل للشخص اللي ليه علاقه بقتل تي جي والفريق بتاعه. وبعدها بيكتشف ان تي جي لسه عايش وبيعرف مكانه وبيروح يقبض عليه، وبيتكلم معاه وبيعرف منه ان كل زمايله في الفريق ماتوا ومحدش فاضل غيره، وبيقول له ان في حد بيحاول يورطه في تهمه سرقه البنك وبيسيب بصماته في مسرح الجريمه. وبيرد تي جي عليه وبيقول له انه شخص ميت وانهم ممكن يكونوا عملوا كده علشان يوصلوه لجيفري هيوبرت. وبيحكي له ان من 5 سنين كان عندهم اوامر انهم يقضوا على مجموعه ارهابيه معاهم اسلحه، ولما وصلوا للمكان وقتلوهم اكتشفوا ان مش معاهم اي اسلحه وانهم ابرياء. وفجأة هجم عليهم فريق تاني من الحراس وضربوا عليهم نار وقتلوا كل زمايله. ولما مونتجمري بيسأله مين اللي أنقذه وقتها مش بيجاوب على سؤاله. وبيتكلم ستوكويل مع ويلز وبيعرفوا إنهم لقوا طيارة باسم جان مارتنز. وفي نفس الوقت ده بيروح ميمز يقابل 2 زمايله علشان يقبضوا على جيمس جاكسون بنفسهم ويثبتوا كفاءتهم، لكن ميمز بيرجع في قراره على آخر لحظة، وبيدخلوا هم البيت جيمس لوحدهم ومش بيلاقوا غير جزء صغير من الفلوس. وبيكون جيمس بلغ عنهم على أساس إنهم العصابة اللي سرقت البنك، وبتوصل الشرطة للمكان وبتقبض عليهم. وبعدها بيتكلم مونتجمري مع ميمز وبيقول له إن زمايله اتقبض عليهم وهم في بيت جيمس، وبيرد ميمز عليه وبيعرفوا إنهم كانوا بيحاولوا يقبضوا على جيمس بعد ما عرفوا إن هو اللي سرق الفلوس من البنك، وبيقول له إنه عرف الدليل اللي وصله لمكانه من حارس الأمن اللي بلغهم برقم عربيته، وبيفهموا كمان إن ويلز كان معاه الدليل ده. وبيستغرب مونتجمري إن ويلز ما بلغهمش بالدليل، وبيكتشف إنه كان موجود في نفس البلد مع تي جي وما قالش ليهم، وساعتها بيعرفوا إنه هو اللي سرق البنك. وفي نفس الوقت ده كان ويلز بيضرب نار على الطيارة الهليكوبتر اللي جيفري هرب بيها، لكن مش بيقدر يمنعه من الهروب. وبيوصل زمايله الاتنين اللي كانوا بيسرقوا معاه وبيهددوا ستوكويل بالأسلحة، وساعتها ستوكويل بيهجم عليهم وبيضربهم. وبيوصل مونتجمري للمكان وبيطمن على ستوكويل وبيعرف إن ويلز وزمايله هربوا. وبيروح ميمز يقابل ويلز وبيحاول يسرق منه الفلوس علشان يساعد بيها مراته ويعالجها، وبيصوب ويلز المسدس ناحيته وبيتكلم معاه وبيقول له يرجع لبيته ومراته قبل ما يقتله.
لكن بيكون مصمم انه ياخد الفلوس، وساعتها ويلز بيضطر يضرب عليه نار وبيقتله. وبعد فترة بيسافر مونتجمري للمكسيك وبيقابل ويلز، وبيعرف ان هو ده الشخص اللي قبض عليه في البنك، وبيتكلم معاه وبيقول له ان المجرم اللي قتل مراته اتقتل بنفس الطريقة، واكيد دي مش صدفة. وبيحكي له ويلز انه كان ضمن الفريق اللي قتل فريق تي جي، وبيقول له انه كان حاسس ان المهمة دي غلط من البداية، ولما شاف تي جي اتأكد ان ده كان فخ ليهم، وعلشان كده ساعده وهربه. وبيعرفه ان كان هدفه من الاول انه ينتقم من جيفري هيوبرت. وبيروح مونتجمري يقعد على ترابيزة تانية مع جيفري، وبيتكلم جيفري معاه وبيقول له انه ما يقدرش يعمل له حاجة، وانه كمان ممكن يقتله. وساعتها مونتجمري بيطعنه بسكينة وبيقتله بيها، وبيطلع ويلز مسدسه وبيقتل الحارس قبل ما يقتل مونتجمري وبينقذ حياته، وبعدها بيسيبه ويمشي. ومونتجمري مش بيقبض عليه. انتهى فيلمنا، ويا رب يكون عجبكم، واللي حابب يتابعنا ويشوف بقية الافلام يشترك ويفعل الجرس.